السلام عليكم. موضوع ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور في واحد تصيد ليها وهي حاطه رجل على رجل بطريقه مش ظريفه، خد لها صوره. كل اللي هو عمله ان هو عايز يجمع ريتشات، عايز يجمع فيو، عايز يجمع لايكات، عايز يكسب من وراها فلوس. ما دلوقتي كل حاجه بقت بالفلوس. طب انت دلوقتي لما تحاول تفضح واحده زي ديت، ليه دي فنانه كبيره وليها اسم. انت بتحسب اولا ان ربنا هيسيبك؟ ثانيا اللي انت عملته ده مش حرام؟ سيدنا محمد قال ايه؟ من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه لو في جوف بيته. يعني انت مش عايز تستر على واحده امراه بتفضح واحده ست؟ ده انت جبروت. ده انت ولا الشيطان بيعمل اللي انت بتعمله ده. ليه بتعمل كده ليه؟ والحكايه بقت مش بس كده، يعني انت صورت ونزلتها على النت. الكارثه في الناس اللي كلها عماله تشير 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 تشير. اتقوا الله، انتوا ما عندكمش اهل، ما عندكمش قرايب، ما عندكمش بنات ولا اخوات. يعني ترضى حد يفضح عيلتك كده؟ هتترد لك. ما تشيروش لو سمحت. وقفوا تشيير الصوره. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. دي عندها اولاد وست. عيب اللي انتوا بتعملوه ده. كونها فنانه ما يبيحلكمش ان انتوا تعدوا على خصوصيتها بالطريقه المهينه. انا مش مزعلني بس اللي صور، لا انا مزعلني الناس اللي بتشير. يعني انتوا ليه بتحطوا صوره ليها مش ظريفه؟ صوره ليها يعني اتاخدت غصب عنها على اخوانا زي ما بيتقال. دلوقتي اللي مضايقني ومخليني اعمل الفيديو ده مخصوص ان انا عايز اتكلم بس على الناس اللي بتشير. حرام تشيرها، هتجيلك يوم القيامة هتترد لكم. انتوا عايزين تعملوا ريتشات على حسابها برضه، كأنكم انتوا اللي صورتوها. يعني انتوا بتقتلوا القتيل وبتمشوا في جنازته، وفي الاخر تعمل الصورة وتحطها وتنتقد الراجل اللي صورها. يا جميل، ده انت حلو قوي كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت بتنزل الصورة عشان تنتقد الراجل اللي صورها؟ طب ما انت كده شيرتها زيه. انت زيك زيه. انت مجرم زي ما هو مجرم. اتقوا الله في ولاياكم. ده سيدنا محمد وصانا على النساء وقال عليهم قوارير. يعني حاجه زي دي تكسرها من جوه، تكسرها فعلا بحقه حقيقي، تخليها مش عايزه تخرج من بيتها. ليه تعملوا في الناس كده؟ انتوا بتشيروا ليه؟ مش كفايه المجرم اللي صور واللي نزلها؟ تساعدوا انتوا في الجريمه؟ انتوا قتله، انتوا مجرمين والله. كل الناس اللي الصفحات اللي عماله تشير الصوره ديت وبالطريقه دي انتوا مجرمين ولازم تتحاسبوا. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يفضح الناس ويتتبع عوراتهم ويتتبع عورة الناس. انتوا مرضى نفسيين. اللي بتشير ده انت مريض نفسي، انت عاقل، عندك عقل. الحقيقة انا متضايق ومتنرفز والله، لان انا اللي شايفه يعني مش احنا تدني اخلاقي رهيب ما حصلش. كله بيشير وينتقد الراجل اللي صور. طب ما انت وهو واحد، انت ليه بتشير نفس الصورة؟ ربنا يهدي الجميع. والحقيقة انا منفعل، معلش سامحوني، بس الموضوع يحزن، وموضوع فيه شق قانوني وفيه شق إجرامي وشق شرعي. كل حاجة غلط 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 الحقيقة. أرجع وأقول ربنا يهدي الجميع. تقبلوا تحياتي. معاكم محمد أبو فرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.